القصر هنا كان العميل طالب مننا عدد غرف معينه، وان الدور الاولاني يكون استقبال بالكامل، ويكون في مطبخ مطبخ مقفول كبير، ونظام مغاسل وحمام لوحده، وطلب منطقه السفره. فاشتغلنا بناء على التصميم المعماري اللي احنا بدأناه في الاول وعملناه وعرضناه للعميل، وبناء عليه بعد لما وافق على التصميم المعماري اللي احنا عملناه اشتغلنا على التسليح بتاع المكان وتسليح الاسقف والعمدان والكمر والقواعد، وبعد كده بدأنا ننفذ في الشغل بتاعنا، وبناء عليه اتجهنا للتصميم ال 3 دي ماكس اللي احنا انتهينا بيه بجميع الاعمال من اول التشطيب لحد ما نفذنا الفرش. احنا اعتمدنا هنا في الدور ده على التجاريد الخشبيه والجبسون بورد البسيط خالص. اعتمدنا في الاضاءه على البروفايل ليد، على التراكات، على السبوتات، على الثلاث اضاءات. عملنا حسابنا برضو في موضوع الاضاءه على النجف. خصصنا كل زون لوحده بحيث ان هو يكون مستقل لوحده ويكون واخد الشغل بتاعه، وما يكونش الفرش او الاماكن تكون فيها تكدس ولا اي حاجه. كل مكان واخد الزون بتاعه، واخد المساحه اللي يحتاجها المكان، وبناء عليه نشتغل على الشغل بتاعنا. لما ندخل هنا من الفيلا هنلاقي زي ما حضراتكم شايفين كده الترابيزه اللي في داخله المدخل القصر، مركزين على النجفه اللي فوقها بالظبط في السنتر بتاعنا. الارضيات هنا شغالين كلها، يعتبر معظم الشغل كله الدور الاولاني ده والدور الثاني والثالث منطقه الاستقبال كلها رخام. الرخام طبعا اشتغلنا عملنا الرخام بالكامل، وبناء عليه عملنا بعد ما خلصنا جالينا الرخام وادينا الايبوكسي بتاعه. في الدخله زي ما حضراتكم شايفين كده احنا مقسطين، عاملين داير اسود، رخام اسود، محددين بيه الدخله مع ترد مع الاسترتش اللي احنا عاملينه في السقف بتاع الجبسون بورد مع النجفه اللي نازله من السقف، بحيث ان كل الشغل يكون متناسق مع بعض. وطبعا ده بناء على ال 3 دي ماكس اللي احنا عاملينه في الاول والعميل وافق عليه. ندخل هنا على منطقه السفره. منطقه السفره دي السفره ما شاء الله كبيره. كنا معتمدين ان القشره او اي درجه لون في الفرش تكون ماشيه مع التجاليد بتاعتنا، بحيث ان هو يبقى فيه تناسق في الالوان، ما يبقاش حاجه ماشيه يعني حاجه الفرش معمول لون والتجاليد لون. فكنا مع شركه الفرش بتاعتنا عاملين التناسق بالالوان والتجاليد مع الراجل الاستورجي اللي شغال معانا هنا والاشراجي والمراحل العمل والاخر اللي هنشرحها لحضراتكم. وبناء عليه خصصنا المكان ده زي ما حضراتكم شايفين كده. التجليده زي ما واخده القشره الجوز تورك مع الاكليريك الاسود مع المرايه الذهبي اللي بترد مع السفره اللي معانا. وحضرتك زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ان السفره كراسي السفره ماشيه مع الوان كراسي السفره مع التجاليد الخشبيه، وردينا بالخط البروفايل ليد ده بحيث ان هو ينور العارضه. هنيجي هنا للمنطقه اللي هي ده كان عمود اصلا في الخرسانات عندنا، وجلدناه وعملنا الديكور اللي حضراتكم شايفينه ده بالليد والمرايه، وحددنا الفريم بتاعه بالقشره الجوز تورك. وزي ما حضراتكم شايفين القشره كلها متقسمه 45 وعامله معانا الزاويه، فطلع ما شاء الله جميله خالص. طبعا السقف الجبسون بورد احنا رادين بيه بالاسترتش الاسود، لان احنا عاملين ماتشنج بين الحوائط وبين السقف، فطالع ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده السقف مع الارضيه الرخام مع التطعيمات اللي هي الوزر الاسود. نيجي هنا لمنطقه الليفنج او منطقه القعده او المعيشه. اشتغلنا دي الشاشه، تصميم الشاشه اللي احنا عاملينه قبل ما نشتغل خالص. اعتمدنا برضو ان احنا موحدين القشره كلها في المكان جوز تورك مع التطعيمات الديكور اللي في القشره الخشب اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي مع التقطيع ده. هتلاقوا التقطيع واحد في كل مكان، كل حاجه واخده شكل المكان كله، ما فيش تغيير في القشره.
عملنا المكتبه بالاضاءه بالبروفايل ليد. المكتبه دي من تنفيذنا بالكامل، فيها البروفايل ليد مؤسسين. البروفايل ليد ده احنا عاملين حسابه في تاسيسه في الكهرباء، وبيبقى ليه ترانس محطوط في الجبسون بورد. بعد ما خلصنا المكتبه اشتغلنا طبعا على التجريد الخشبيه، اللي عملنا حسابنا في الاستربات. والاستربات دي بتتعمل بكذا طريقه زي ما حضراتكم عارفين. ممكن تتعمل MDF، ممكن تتعمل زي ما احنا عاملينها كده، ان احنا نجيب الخشب نفسه الاستربات دي ونلزقها قشره، ونلزق الارضيه اللي تحتها قشره، بحيث ان يطلع المنظر اللي حضراتكم شايفين كل الشغل واكل من بعضه. وبنلزق الاستربات على القشره الارضيه اللي احنا عاملينها تحت، وبناء عليه بنجيب القشيط يقشط القشره دي خالص. من ضمن المرحله المهمه جدا في القشره ودهان البليستر ودهان الخشب عموما، ان احنا نكون مرحله القشط بتاعه القشره، لان دي بتنظف الغيره وبتنظف القشره وبتوصلنا للمسام الاصليه للقشره، بحيث ان تحس بملمس الحاجه تكون ناعمه ولكن واخده شكل القشره معانا. ده الليفنج، الركنه اللي احنا عاملينها هنا. الركنه ما شاء الله جميله من تصميمنا ومن تنفيذنا، وبناء عليه اشتغلنا على المقاسات وردينا بالتجاليد اللي في ظهر الركنه، واخده بديل رخام نفس بديل الرخام اللي عاملين بيه المكتبه، مع اطاء داير ما يدور فيه ليد مخفي بيضرب على القشره من اللي فوق. فزي ما حضراتكم شايفين القشره ما شاء الله والتجليده، كل التجاليد كلها ماتشنج مع بعض.